هسه بعد يوم تعب خلينا نخلي ماسك مع الشعر. هذا نخليه واحنا شعرنا مبلل، وهذا بعده لازم الشعر يكون مغسول ونظيف، ونخليه على الشعر المبلل ونبقي شوي بشعرنا. بعدها ورا ما نغسله بالماء اكيد نخلي هذا السيروم، انا هذني احبهم. وللوجه راح نخلي هذا البي فيتامين سي. هذا الماسك نخليه للوجه، طبعا كان كلش تعبان. هسه اخلي هذا يعادل سيروم كامل هذا الفيتامين. طبعا تلقون هذا الفيتامين بنفس النقاط البيع اللي نزلتها مال الماسك والسيروم مع الشعر. طبعا اللي ياخذ لي سكرين يخوف بالجهال كلش حلو. شوفوا اول شغله خليت ماسك بشعري، انا عاوزه اتدلع. بعد يوم متعب جد كان متعب وضغط نفسي ما اقدر اضحك. فهسه شنو قررت هيجي خلي شعري خطي يدلل، لانه تحسه تعبان. وماسك على الوجه وانام نوم من عميق. تصبحون على عصر مدري ظهر. هلا شلونكم؟ اخباركم؟ ان شاء الله الكل تمام. طبعا لابسه ارنوبي وقاعده برد، وما احكيكم شنو الثلج بعمان، تنزل ثلوج. والجو لطيف وشاعري اي اكثر شغله تزعجني انه انا اجوع هواي بالليل، ما اريد اسمن حتى اصير بطل مال غاز. فقررت انه ناكل شاورما وبعدها ننام، لانه عندي بيت الصباحي. اي بعد شنو والله بدي احكي لكم شغله. والله اليوم الماسك اللي نزلت لكم اياه، طبعا شوفوا اللمعه اللي مخليها بشعري، يعني اللي شعرها معطب محروق تقدر تستخدمه كل زين، يوخر الحرق. بشي الحرق يا الله شوفك أكبر والله تعرفون شغلة؟ أحب أكبر، يعني أصير على الأقل 25. خلاص ما بدي أكون صغيرة خلاص بكفي، ما بدي أكون عجوزة يوم صدق اني تريدوا القلب اني. فانا راح انام. لا راح اوفش. لا راح اوفش. انا راح انام. حتى شوفوا بنات السهر ترى والله يتعب الوجه ويتعب الوجه ويخلي يفقد رونقه. فاحنا شنو ننام من وقت بالثنتين. فراح انام وباكر الصبح راح نحكي بمواضيع كثيرة. والله عاجبني نحكي بموضوع صباح رجلين؟ لا فضيحة لا ماكو علاقة، خلينا ننام والصباح رواح.